رسميا محمود حسن تريزيجيه داخل النادي الاهلي، وخلاص خلص كل شيء مع نادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على اليوتيوب، ان شاء الله تكون حلقة مميزة. معانا النهاردة اخبار كتيرة جدا 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 لنادي الاهلي. بص، يعني احنا جبنا اخرنا من مدرب، من لعيبة، من مجلس ادارة كمان. يعني محدش موفر لنادي الاهلي حاجة. محدش بيتكلم على صفقات، محدش بيتكلم على اي حاجة خالص من دي. النهارده معانا شويه اخبار كده، ومعانا برضو صفقات هنعرضها على الاداره، ويا رب تكون اداره تتحرك كده وتهز نفسها كده شويه وتجيب صفقات لنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. في طبعا زي ما انتوا يعني شايفين قدامكم، بقالنا يومين كده داخلين في قصه ودوامه الكندوسي هيرجع نادي الاهلي ولا لا. في اخبار اكدت ان في مصادر داخل النادي الاهلي بتؤكد ان اسم الكندوسي اتردد بقوه داخل النادي الاهلي. والله انا واحد من الناس، انا واحد من الجمهور، ما شفتش ان الكندوسي قال حاجه غلط، غير ان هو قال الصراحه وطلع قال ان حصل واحد اتنين تلاته. هو ما قالش او شتم نادي او شتم رموز او اي حاجه من دي. انا واحد من الناس مش شايف ان الكندوسي عمل مشكله كبيره يعني مع اداره نادي الاهلي. المشكله كانت مع محمد رمضان، ومحمد رمضان بقى لسه جاي جديد، راح جاي هوب يلا الكندوسي هنعرضه للبيع، ومش عايزين الكندوسي تاني معانا. انا من هنا والناس كلها موافقه على القرار ده. الكندوسي مش هنعرف نعوضه تاني في الحته دي. الكندوسي احسن صانع العاب في الدوري المصري حاليا، محدش معديه. فوق ان هو صانع العاب كمان بيسجل اهداف وبيعمل فرق جامد جدا مع سيراميكا. فمش هينفع ان احنا نخسر اللاعب لسه على قوه نادي الاهلي. مفيش اي مشكله يا كابتن محمود، لازم تتدخل في قصه الكندوسي ديت وترجعه نادي الاهلي تاني. ده اول صفقه احنا هنتكلم فيها. لازم الكندوسي يرجع لنادي الاهلي في اقرب وقت. احنا في يناير اهوت، لازم في يناير دوت نجيب اكتر من 4 أو 5 صفقات علشان الدنيا تتعدل. ويا ريت يشوفوا لنا مدرب، يعني يا ريت مارسيل كولر ده يرحل راخر ويجيبوا لنا مدرب كويس. ده اول حاجه هنتكلم فيها، اول جزئيه هنتكلم فيها. الجزئيه الاخيره اللي معانا برضو جزئيه مهمه جدا. خليك مكمل معايا لحد اخر الفيديو، وما تضغطش على اللايك، اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس. وطبعا ما تنسوش تدعم لاخواتنا وحبايبنا اهل غزه، ربنا يصبرهم ويقويهم ان شاء الله. الصفقه الثانيه اللي هنتكلم فيها هو محمود حسن تريزيجيه. احنا اتكلمنا عليه كتير وقلنا ان رسميا محمود حسن تريزيجيه داخل النادي الاهلي، وخلاص خلص كل شيء مع نادي الاهلي. بس ناس كتيرة طلعت قالت لا والراجل ما يجيش والكلام ده كله. بص، حاليا تريزيجيه هو الهداف الاول والاساسي للنادي الاهلي، تمام. هو اللي هيشيلك من الحته دي، هو اللي هيساعدك مع وسام ابو علي في الاهداف. لازم ضروري جدا، لازم تريزيجيه الاهلي يخلص معاه ويجيبه. صفقه هتبقى جامده جدا، وصفقه هتفرق مع نادي الاهلي الفتره اللي جايه. انا بقول لك ليه نرجع الكندوسي لعب في الاهلي وتريزيجيه لعب في الاهلي. كل الصفقات اللي انا بتكلم فيها ديت لو رجعت زي ما رجعته حمدي فتحي برضو، يعني كل ده مش هيجي لسه يندمج مع الفريق، لا هو جاي اوريدي ان هو لعب قبل كده في نادي الاهلي وحافظ اللعيبه وحافظ الاجواء والكلام ده كله. مش هيجي بقى محطوط تحت ضغط جماهير وعاوز يثبت نفسه والكلام ده كله، مفيش. فاللاعب لازم محمود تريزيجيه يرجع يا كابتن محمود يا خطيب. لازم لازم لازم. ما تسمعش كلام كولر، ما تسمعش كلام كولر. انت شوف مصلحة النادي، ومصلحة النادي هتروح لفين واعملها. عاوز تمشي فلان مشي، عايز تمشي محمد الشناوي غوره وجيب مكانه.
ما عندناش اي مشكله، ما عندناش احنا لاعب مميز ولاعب نص نص، لا احنا عندنا كل اللعيبه واحده. هتمشي مين؟ انت عمالين طالعين على علي معلول وبتقول له انه علي معلول خلاص مش هيجدد في نادي الاهلي وكولر مش موافق، وفعلا خبر ده اكيد ان كولر رفض علي معلول يكمل معاه المسيره اللي جايه للنادي الاهلي. وده طبعا اكبر خطأ. علي معلول كابتن من النادي الاهلي، كابتن من كباتن النادي الاهلي، والراجل قاتل، والراجل لعب وخد كؤوس. بص يعني كان في موسم كده مش فاكره كان 2000 وكام كده، كان علي معلول هو اللي بيهدف لك وهو اللي بيصنع لك وهو اللي كان بيعمل كل حاجه. فما ينفعش تسيب علي معلول بالشكل ده يا كابتن محمود. ما ينفعش تسمع كلام كولر، عشان كولر ده اصلا انت لو ما صعدكش من المجموعات، انت اوريدي اصلا انت هتمشيه من النادي. يعني انت هتبقى مشيته وخربت النادي من اللعيبه، هو هيبقى خرب كل اللعيبه. فمش هينفع، مش هينفع تسمع كلام كولر في كل كلام بيقوله. لازم انت تتدخل، لازم تقول لا اقف عند ده، ولا مش هينفع. زي ما انت اجبرته على يوسف ايمن المدافع بتاع الدحيل، جه ما لعبش، بس اجبرته ان انت تجيب الصفقه دي. كولر ما كانش موافق على فكره على الصفقه بتاعت يوسف ايمن. كابتن محمود الخطيب هو اللي راح وعمل واتفق وكل حاجه وجاب اللاعب. وتقريبا كولر مش عاوز يدي اللاعب علشان هو اللي مش مختاره، يعني مش هو اللي قال انا عايز ده. فمش هينفع ان احنا نكرر بقى الكلام ده كله. فمش هينفع، لازم الكابتن محمود الخطيب يتدخل بقوه في الصفقات اللي جايه للنادي الاهلي، اللي هي عايزينها. مش اي صفقه وخلاص، مش اي صفقه تريح الجمهور وخلاص. احنا مش عايزين نرتاح، احنا عايزين نشوف نادي الاهلي ده في حته تانية خالص. نادي الاهلي بالنسبه لنا احنا احسن من ريال مدريد. فمش هينفع مش هينفع مش هينفع ان اللي بيحصل ده في النادي الاهلي. طبعا ناس كتير عماله تتكلم بقى على ايفرتون جاي، ايفرتون النادي بتاعه مش موافق الكلام ده كله. بص اقول لكم على حاجه بس صغيره اللي مضايقانا من اداره نادي الاهلي. بالفعل اداره نادي الاهلي قدمت عرض لايفرتون، للنادي اللي هو بيلعب فيه حاليا، تمام. فالنادي طالب مثلا، انا هديكم مثال، النادي مثلا طالب 3 مليون، تمام. اي 3 مليون بقى، 3 مليون جنيه، 3 مليون دولار، انا بديك مثال يعني 3 مليون، تمام. فالاهلي يروح عامل ايه بقى؟ لا انا الاهلي انا اقدم عرض ب 2.5 مليون. يعني هي خلاص ال 500 الف اللي هيوقفوا لك الدنيا يا كابتن محمود. في كل صفقة تفشل بسبب 200 ألف ولا 500 ألف ولا 600 ألف ولا مليون. فمش هينفع، مش هينفع اللي انت بتعمله. النادي ما يبقاش مقدم عرض ب 3 مليون وانت راح تحط له 2.5. ما هو اكيد مش هيرفض، اكيد هيرفض، مش اللي هو هيوافق لك وخلاص. لازم يبقى فيه احترافية في الصفقات اللي جايه النادي الاهلي. لازم تبقى عارف اللاعب اللي انت جايبه ده يستحق ال 3 مليون، فتدفع ال 3 مليون من غير ما تتكلم. بيبقى في تفاوض ما بينك وما بين النادي، ممكن مثلا على 200 ألف 300 ألف، مش 500 ألف و600 ومليون والكلام ده كله. يبقى انت بتطفش البيعة. مش هينفع، لازم تحط لنفسك اساسيات تمشي عليها. انا راح اجيب اللاعب ده خلاص، انا مقتنع بيه والمدرب اللي معايا مقتنع بيه، فهروح ادفع اللي النادي عايزه. لو عالي الماديه بتاعته عاليه عن النادي الاهلي، ماشي، ممكن اقول لهم والله انا عندي 1 2 3، ممكن ادفع لكم مثلا 4 5 مليون بتوعكم دول مثلا على قسطين. ده حل برضه، مش اللي انت رايح بقى تقول له لا انا هدفع 2.5 مليون وهقسطهم. يعني انا طالب منك 3، النادي بتاع ايفرتون طالب منك 3 وانت راح تديله 2.5 قسط. فازاي يعني ده؟ يعني اقنعني كده، انت راح تجيب الصفقه دي ازاي؟ فصفقه ايفرتون واقفه لحد دلوقتي بسبب ان الاهلي مقدم 2.5 بس، والنادي عايز 3 مليون. وعلى فكره لو اي نادي دخل واداله 3 مليون، عشان النادي محتاج دلوقتي، النادي بتاع نادي ايفرتون بتاع اللاعب ايفرتون ده اللي هو بيلعب فيه حاليا في الدوري التشيكي، محتاج فلوس عشان هيجيب صفقات وعاوز يدعم الفريق برضه. فلو اي نادي خطفوا منك من اللي بيلعب في كاس العالم 2025، انت اللي هتزعل يا كابتن محمود. في مشكله بقى عندنا في المهاجمين، حاجه صغيره كده بس هفكركم بيها. احنا بقالنا 10 سنين عندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا
ان المهاجم بيتصنع له اهداف، وكان بيضيع ايام مروان بقى وايام صالح اسمه دوت اللي كان بيلعب اللي بيلعب في المسرح حاليا دلوقتي صلاح محسن، وقبله محمد شريف ولاعيبه كتيره قوي كانت مهاجمين. كانت اللعيبه اللي بيصنعوا الاهداف كانوا بيصنعوا اهداف كتيره قوي، كتيره جدا للمهاجمين، والمهاجمين بتضيع. دلوقتي انت عندك مهاجم قناص، مهاجم مرعب، اي حد اي فريق يتمناه عنده، ما بتعرفش توصل له الكوره، اللي هو وسام ابو علي. ما بتعرفش حرفيا ما بتعرفش توصل له الكوره. كل الاجوان او الاهداف اللي بيجيبها وسام بيجيبها من ضربات جزاء، بيجيبها من الفاولات، بيجيبها بمجهوده الشخصي. فمحدش بيصنع له. فين اللي بيصنع له؟ فين امام؟ فين محمد مجدي قفشه؟ محدش بيعمل كده، كله عاوز يفكر في نفسه، كله عاوز يجيب الهدف. انت راجل مسؤوليتك في الملعب ان انت صانع العاب، يعني تصنع للاعب اللي قدامك، تصنع للمهاجم اللي قدامك، مش تجيب هدف. تجيب هدف ديت حته من عندك تبقى زياده مع المسؤوليه اللي انت من المدير الفني قايل لك عليها. مش هينفع اللي انت تبقى طمعان في كده. فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا في الحته بتاعت صناعه الالعاب دي. مش هينفع. لازم محمد مجدي قفشه و امام عاشور يركزوا شويه مع وسام، لازم يصنعوا له علشان يهدف. انت معاك مهاجم تقيل، مهاجم جامد جدا، ما تخسرهوش في الحته ديت. ما تموتش المهاجم بسبب ان هو ما بيجيبش اهداف، بسبب 2 لعيبه ما بيصنعوش اهداف للاعب. حاجه غريبه اقسم بالله. معانا بقى الخبر الاخير، خبر اوروبي كده شويه. طبعا بوجبا نجم منتخب فرنسا بعد ما كان موقوف من المنشطات 4 مواسم، قضى منهم تقريبا موسمين بس، والموسمين التانيين خلاص الفيفا اعلنت ان هو يرجع يلعب كوره تاني، مفيش اي مشكله. وطبعا كان بيلعب في اليوفي او تقريبا مانشستر يونايتد، وفسخ عقده وراح حاليا دلوقتي اتنقل في اي سي ميلان في صفقه انتقال حر. ده اخر خبر معانا. ان شاء الله انتظرونا في حلقه بكره ان شاء الله الساعه 2، حلقه فيها كل اخبار نادي الاهلي وكل اللي يخص في نادي الاهلي ان شاء الله. وفي النهايه شكرا لدعمكم، ما تنساش تضغط على اللايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، وفي الاخر كمان تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في النهايه شكرا لكم، السلام عليكم.